السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير تحفة. بصوا شكلها، بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة، خطيرة خطيرة. بجد جربوها هتعجبكم جدا، كالفطار او للعشاء كده او حاجة للولاد. بالنسبة ان هم رجعوا المدارس تاني وايام امتحانات جاية، تقدري تعمليها للولاد. بجد تحفة وكمان مش مكلفة. انا دايما بجيب لكم الوصفات اللي ما فيهاش اي تكلفة، والسهلة والبسيطة، وكمان تقدري تعمليها. اي واحدة تقدر تعملها، مقاديرها سهلة قوي وكمان اقتصادية جدا. طيب، في البداية هنا انا قلت بقى اعمل لكم بعد كده المقادير، اقول لكم عليها بالجرامات وبالكوباية. اللي عايز يشتغل بالجرام يشتغل، واللي عايز يشتغل بالكوباية برضو يشتغل. فهنا بقى عندي حطيت كوبايتين من المية، اللي هما بمقام 400 جرام من المواد السائلة. حطيت 200 جرام من اللبن او كوباية من اللبن، وكوباية من المية. دول الساعة بتاعت الكوباية من دول 200 ملي. خلاص، هما مش دافيين طبعا، الجو كده كده حر. خلاص، وبعدين نزلت كيس خميرة اللي هو 11 جرام، هو مكتوب عليه كده. دي بيضة يا جماعة، بيضة. خلاص، وقلبتها في قلب اللبن مع المية مع الخميرة. اظن لحد كده المقادير سهلة. دول 5 معالق من السكر، 5 معالق كبار من السكر. خلاص، بمقام يعني هنقول 50 جرام من السكر او 55 جرام من السكر، للي عايز يستخدم الجرامات. يعني لو كترت ال5 جرام دول فوق ال50 مفيش مشكلة. طيب هنا عندي بقى آه عندي هنا بقى ايه 600 جرام من الدقيق. هنا بمقام 5 كوبايات الا تلت من الدقيق. خلاص، الكوباية زي ما قلت لكم الساعة بتاعتها 200 جرام. وهبتدي اقلب بقى كده. طبعا ما انزلش بالدقيق مرة واحدة عشان اتأكد انه يعني ما يبقاش كتير على السوائل وكده. فهنا بقى انا نسيت ان انا احط الزبدة. دي ربع كوباية من الزبدة بمقام 50، بمقام 60 جرام او 60 ملي من الزبدة السايحة. خلاص، بالنسبة للجرام 60 ملي من الزبدة السايحة. بالكوباية هنقول ربع كوباية من الزبدة. وهحطها بقى في الاخر لان انا اصلا نسيت احطها مع المقادير. يعني انا قلت احط نصها في المقادير ونصها بعد ما اعجن. فخلاص، هنا بقى كنت عجنت العجينة، سبتها شوية، اما قلبتها كده في السوايل سبتها ورجعت لها تاني، بس طبعا مغطياها. ونزلت بقى بالسمنة او قصدي الزبدة. وابتديت ان انا اقلبها كده بالشكل ده كده، لحد ما بقى شربت العجينة، شربتها. سبتها شوية، برضو غطيتها وسبتها شوية ورجعت لها تاني، لقيتها شربت الزبدة خالص خالص. هي بتاخد وقت شوية بس، لان انا اصلا نسيت احط الزبدة في الاول وحطيتها كلها في الاخر. وغطيتها بقى وسبتها تختمر. اختمرت بسرعة جدا جدا. بصوا بقى ما شاء الله، مالية البولة وبقت هشة جدا. وكمان خمرت بسرعة قوي. طيب هنبتدي بقى نجيب بقى العجينة الحلوة دي ونهبطها، ونبتدي نقسمها على 3 كور. طبعا هي زي ما انتوا شايفين بتلزق شوية، ده المطلوب عشان تبقى طرية معانا وتبقى هشة كده بما فيه الكفاية. كل ما تخمري العجينة، بس طبعا مش زيادة عن اللزوم، هتديكي هشاشة جميلة جدا جدا. هنا بقى جبت المقطع ده وابتديت اقطعها زي ما قلت لكم 3 كور. وكمان هفرد بقى، هرش دقيق على الصينية اللي جنب دي، واحط عليها ال3 كور زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا طبعا زي ما قلت لكم هي بتلزق، ممكن ندهن ايدينا زيت، يعني مش شرط دقيق. وابتديت احط بقى الكور زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبهم يرتاحوا بس 5 دقايق مطرح تقطيع اليوم، وهرجع لهم تاني. طيب جبت بقى الكور دي. في الوقت ده لو عايزة تحشيها اي حاجة، تحشيها جبن، تحشيها مثلا نوتيلا بقى زي ما انت عايزة. انا خليتها سادة بس حطيت لها على الوش مربى بعد ما استوت. جبت بقى الكور وابتديت ان انا اكورهم كده في الصينية اللي جنبي دي، اللي هي اللي هدخلها الفرن. جبت كل واحدة قطعتها، يعني جبت ال3 كور دول قطعتهم بقى على كور كتيرة صغيرة. وابتديت ان انا ابروهم زي ما انتوا شايفين كده.
خلاص، وإيه واعملهم كور صغيرة واحطهم جنب بعض، أظن ما فيش أسهل من كده، سهلة جدًا، جدًا، وأي حد بقى يعملها بسهولة جدًا. طيب جبت بقى إيه كل كورة وحطيتها جنب أختها، جنب أختها، وهاسيبها بقى تختمر لمدة هي ما زي ما قُلت لكم اختمرت بسرعة ما شاء الله، لإن الجو طبعًا حَر، قعدت لها قول ربع ساعة، أول ما لقيتها مَلِت أهي، كده كانت مَلِت الصينية زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله ولزّقت في بعضها. هتدخل على درجة حرارة عالية 250، هادهن وشّها من البيض، بيض ده صفار بيض وحبّة من المَيّة، وكمان ذرّة من الفانيليا، وهادهن بقى الوش كُلّه، كُلّه، وبعدين هادخّلها الفرن على طول على درجة حرارة 250، هتقعد لها ربع ساعة في الفرن، ولو ما استوِتش من فوق أو ما خدتش لون من فوق ولّعوا لها الشواية، وهادهنها بالمربى بالشكل الجميل ده، عشان تبقى مسكّرة، وهي أصلًا العجينة مسكّرة لإن أنا حاطة لها نسبة من السكر حلوة. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتسيبوا لي تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني جدا جدا وبتبسطني. بجد أنا بشكركم على كل تعليقاتكم الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.